السلام عليكم شباب، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله جميع خير. جبت لكم طريقه شلون نضيف قنوات ايرث لينك من شبكه ايرث لينك الخاصه بالعراق. يعني هذا الشرح بس اللي بالعراق وجار من نفس الشيء يعني الشركه. شلون نضيف قنوات الاجهزه الاي ستار. شباب كل شيء لا تغير. راح اخلي لكم الرابط التحميل والسيرفرات محدث يعني اخر تحديث. انت فقط ما عليك يعني تجيب العفو تجيب يو اس بي فلاش يعني، وهذا رفعته على الموقع. فقط تعطي تنزيل ورا ما راح تنزله بالحاسبه مالتك شباب. هذا الملف هذا الملف ورا ما تفتح الضغط من عنده راح ينزلك ذني فوردين. هذا الفولدر الاول سيرفر، والفولدر الثاني تعليمات. خوش عليك هذا الفولدر وين تخليه بالفلاش، مو تخليه بالفلاش. هسه نتجه للستلايت. هسه شباب رجعنا للستلايت. خلي الفلاش بالجهاز. تيجي على قائمة التحديث، تنزل شيء على اخر ضبط الاختيارات التشفير، تنزل على اي بي تي في، تعطي اتصال. ورا ما راح تعطي اتصال ترجع مرحلة ترجع وين شباب العفو، ترجع على هاي الخانة ريد اي بي تي في، تعطيها اوكي. انت اول شيء ما راح تطلع لك هيك، راح تطلع لك شنو قنوات الموجودة مال السيرفر مالت الشركة. راح تجيك هيك شباب، راح تجيك هيك القنوات. وانت مخلي الفلاش شو تسوي؟ اضغط بالريموت اكو كلمة او دقمة عليها كلمة انفو، تضغط عليها انفو راح تنزل لك القنوات اللي بالفلاش. اي وحدة شغلها وراح تشتغل وياك على السريع. كل شيء تغير بالملفات او السيرفرات، كل شيء تغير. ورا ما تريد تحفظ القنوات اكو دقمة زرقاء بالريموت، يمكن ما تبين. هاي وينها شباب؟ هاي وينها زرقاء؟ هي حتى هنا قايل لك سيف، تضغط عليها راح يقول لك اوكي. تملص الفلاش وتطفيه والشغله، ومبروك عليك.